السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل وصفة دجاج بالخضار بس خفيفة ولذيذة وصحية وجميلة اوي. كمان هتقدري تعملي وجبة كاملة فيها كل الفيتامينات اللي انتي عايزاها بمنتهى البساطة وبسرعة جدا، مش تاخد منك لا وقت ولا مجهود. يعني شوية رز جنبها ويبقى تمام اوي. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. انا هنا استخدمت فرختين بلدي صغيرين، تقدري تستبدليها بفراخ بيضة او دبابيس او اوراق زي ما تحبي، بس المهم تكون صغيرة علشان ما تاخدش وقت في السوا معاكي. لازم طبعا تأكدي على اللي بتشتري منه فراخ انها تكون فراخ ما بتاخدش سوا. نضفتها وغسلتها كويس قوي، بعدين بنقعها في ميه بليمون، وهحط كمان قشر الليمون اللي انا عصرته عليها لمدة نص ساعة. بعد كده هصفيها من الميه دي وهغسلها كويس قوي. حضري بقى طاسة او صينية وحطي فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، واول ما يسخنوا نزلي فيها الفراخ، هتاخد تشويحة حلوة كده من الجنبين، وهتبلها بملح وفلفل اسود من الجنبين، ولما هتاخد لون دهبي جميل كده هشيلها منها على طول. طبعا هي لسه كده ما استوتش خالص، احنا مجرد نديها لون كده وتشويحة حلوة وخلاص، هتكمل سوا هي في الفرن. نفس الطاسة اللي شوحت فيها الفراخ بنفس الزيت اللي فيها هنزل عليها البصلة تتقلب تقلبتين بس لغاية ما تدبل، وبعدين بنزل عليها الخضار. انا هنا استخدمت بطاطس وكوسة وبسلة وجزر وفاصوليا وبصل طبعا، وهحط توم كمان، ممكن كمان تستخدمي بروكلي او اي نوع خضار انت بتحبيه. حط برضو كمية الملح المناسبة ليهم وفلفل اسود وبهارات وشوية قرفة صغيرين، وبعدين نزلت عليه فصين توم مفرومين. اشوح الحاجات دي بقى كلها مع بعض شويه صغيرين كده لغايه ما لونها يبتدي يتغير، بس كده تاخد تشويحه بسيطه، وهنزل عليها معلقه كبيره من الباربيكيو صوص، ممكن تستبدليها بمعلقه صلصه عاديه. وتمام كده خلاص، هرفعها من على النار. حضرت بقى فايل وعليه ورق زبده، وهرص الفراخ وفوقها كمان الخضار، وهقفل عليها كويس اوي. نزلي كمان عليها اي سوائل نزلت معاكي في الصينيه، ومش هتحتاجي تزودي ميه تاني وهي تستوي منها فيها. بس طبعا حطي ورقتين 3 فايل وعليهم ورقتين زبدة علشان تتحمل، وقفليها كويس قوي زي ما انت شايفة، وبعدين هتدخليها الفرن لمدة ساعة. الفراخ البيضة او البلدي اللي ما بتاخدش سوا ساعة في الفرن وهتلاقيها استوت وتمام جدا، وكمان الخضار هتلاقيه استوى من غير ما يكون اتهرى. وبس كده عملنا احلى اكلة صحية ومفيدة بمنتهى البساطة، ومخدتش وقت ولا مجهود، تلاقي الفراخ والخضار سواهم مظبوط وكمان طعمهم حلو قوي. يلا على طول جربي الوصفة وقوليلي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش تشترك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.